أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادة الأفاضل، أيها المشاهدون الأكارم، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في وإلقاء بعض التعليقات على منظومة سيدي أحمد بن سليمان الرسمكي رحمه الله تعالى ورضي عنه في فن الفرائض، وقد وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى قوله: قدر ميراث الخنثى المشكل، بعدما ذكر المصنف رحمه الله قدر ما يرثه الذكور الوارثون وما يرثه النساء الوارثات. انتقل الآن إلى صنف آخر ليس برجل ولا بامرأة، هذا الذي يسميه العلماء الخنثى المشكل. فقال المصنف رحمه الله: ومن له ثقبة أو فرج ذكر فمشكل إن لم يكن وصف ظهر يلحقه بأحد الصنفين كلحية ثدي ونحو ذين. الخنثى مشتق من خانثى يخنث، والخنثى جمعه خناث ككتاب أو خناثا. وكل هذه الألفاظ المشتقة من هذا الفعل الذي هو خنتا وتخنتا وانخنثا، كلها المقصود بهذه الألفاظ هو مشابهة هذا المخلوق للنساء في لينهن وتكسرهن إلى غير ذلك. وأما حقيقته في الشرع فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال: ومن له ثقبة أو فرج ذكر فمشكل. شخص له ثقبة ليس عنده لا الفرج ولا أي شيء، بل عنده ثقبة واحدة يخرج منه فضلاته، كالطير مثلا، عنده ثقبة ليس له ذكر ولا فرج ولا أي شيء، ولكن له ثقبة واحدة يخرج منه فضلاته، يبول منها. ها واحد الصنف الثاني: أو فرج ذكر، أو شخص له فرج وله ذكر، فهذا هو الذي يسمى عند العلماء فمشكل، فهو الخنثى المشكل. متى يسميه العلماء أنه خنثى مشكل؟ إن لم يكن وصف ظهر يلحقه بأحد الصنفين، إن لم يكن وصف ظاهر يلحق هذا الشخص بأحد الصنفين، إما أن يلحقه بالذكور أو أن يلحقه بالإناث. إذن هذا هو الذي يسمى عند العلماء الخنثى المشكل: من له آلة الذكر وآلة المرأة، ومن له ثقبة أيضا يخرج منها فضلاته وليس له وصف، وليس فيه وصف ظاهر يلحقه بأحد الصنفين السابقين الرجال والنساء. مثال ذلك كلحية، إذا كان هذا الشخص عنده فرج وعنده ذكر ولكن عنده وصف، وهذا الوصف يلحقه إما بالذكور وإما يلحقه بالإناث. مثال الذي يلحقه بالذكور كاللحية، الإنسان عنده ثقبة واحدة أو فرج وذكر ولكن عنده لحية،
فإذا كانت عنده اللحية فإنه يلحق بالذكور، هذا ليس مشكل. إذا كانت عنده اللحية فليس بمشكل، يعني يلحق بالذكور بهذا الوصف الذي هو اللحية. وكذلك ما يلحق بالنساء كالثدي، تديين، إذا كان الشخص له ذكر وفرج ولكن عنده تديين، عنده تديان، فهذا الوصف الذي هو وجود التديين عند هذا الشخص يلحقه بالنساء. ونحو ذين وما يشبه هذين كخروج المني في ذكره، شخص عنده ذكر وفرج ولكن يخرج المني في ذكره، فهذا يلحقه بالرجال. كذلك الحيض، إذا كان شخص عنده ذكر وفرج ولكن الحيض يخرج من فرجه فإن هذا يلحقه بالنساء. وكذلك البول، إذا كان الإنسان عنده فرج وذكر ولكنه يبول بذكره فهذا يلحق بالرجال عفوا. وإذا بال بفرجه فإنه يلحق بالنساء. فإذا استويا، إذا كان يبول بذكره وفرجه ننظر إلى ما هو أكثر، فإذا كان الذكر هو الأكثر يلحق بالذكور، وإذا كان فرجه هو الأكثر يلحق بالنساء. إذا استويا ننظر إلى الأسبق. إذا اختلف الأسبق والأكثر هنا اختلف العلماء رضوان الله عليهم. إذن الخنثى المشكل الذي سيذكره المصنف الآن هنا، إذا كانت عنده آلة الذكر وآلة الأنثى وليس فيه وصف ظاهر يلحقه إما بالذكور وإما بالإناث. وقد اختلف العلماء رضوان الله عليهم في وجود هذا المخلوق هكذا. فقد ذكر العلماء رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه ذكر أو أنثى وليس هناك واسطة بينهما. هذا ما ذكره بعض العلماء رضوان الله عليهم. وبعضهم يقول إنه موجود ومشاهد، رأوه وشاهدوه وعرفوه، فلما شاهدوه وعرفوه ذكروا أحكامه. وقد قيل إن أول من حكم في الخنثى المشكل هو عمرو الضري في الجاهلية. القصة معروفة أنه قال: ورثوه بمباله، بالمكان الذي يبول فيه، فإذا بال في ذكره فإنه ملحق بالذكور، وإذا بال في فرجه فإنه ملحق بالنساء، إلى آخر ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم. وقد قال الحسن بن عطية في أرجسته رحمه الله: وبعضهم ينفي وجود الخنثى وقال: إما ذكر أو أنثى لم يخلق الرحمن من عاداهما إذ ليس في الكتاب من سواهما. ولكن العلماء رضوان الله عليهم ذكروا أحكام الخنثى المشكل لأنهم شاهدوه وعرفوه وعاشروه إلى آخر ما ذكروه في أحكام الخنثى المشكل. ومن بين ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم من أحكام الخنثى المشكل ميراثه، كيف يرث المشكل الذي تساوت فيه علامات وليس شيء من هذه العلامات يرجح أن يلحق بالذكور أو يلحق بالإناث. هذا هو الخنثى المشكل. والخنثى المشكل لا يمكن أن يتصور في الأب ولا في الأم ولا في الجد ولا في الجدة ولا في الزوج ولا في الزوجة، كل هذا لا يمكن أن يتصور فيهم، إنما يتصور في الإخوة والأبناء مثلا. أما هؤلاء فلا يتصور منها أنه خنثى. كيف يكون ميراث هذا الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل
قسم العلماء رضوان الله عليهم ميراثه إلى 3 أقسام: إما أنه يرث إذا جعلناه ذكرا، ويرث إذا جعلناه أنثى. الصنف الأول يرث بأحد الصنفين أكثر مما يرث بالآخر، بمعنى إذا ورث بكونه ذكرا يرث أكثر مما يرثه إذا كان أنثى. الصنف الأول. الصنف الثاني يرث إذا قدرناه ذكرا ولا يرث إذا قدرناه أنثى. الصنف الثاني. الصنف الثالث إذا استويا الأحوال ديال الخنثى المشكل. إذا كان ذكرا يرث مثل ما يرث إذا كان أنثى. إذن هذه هي 3 أنواع التي ذكرها العلماء في تفسير وتوضيح ميراث خنثى المشكل. الأول أنه يرث إذا كان ذكرا أكثر مما يرث إذا كان أنثى. قال المصنف رحمه الله: ففرضه نصف نصيب الذكر ونصف سهم امرأة مقدر. النوع الأول إذا كان يرث بالذكورة أكثر مما يرث بالأنوثة، فهذا إذا أردنا أن نعطيه ميراثه نعطيه نصف نصيب كونه ذكرا ونصف نصيب كونه أنثى ونجمعه لهما. مثال ذلك، وسيأتي إن شاء الله كيفية تصحيح مسائل خنثى المشكل الآن الفقه ديالو. مثال ذلك مثلا ابنان، ابن وابن، ولكن الابن الثاني هو خنثى، وترك مثلا الميت مثلا ترك 12 مليون، مثال 12 مليون، فإذا قدرنا أنه ذكر فإنهم يقسمون 12 هو وأخوه 6 لكل واحد، ولكن الخنثى المشكل نعطيه نصف 6 وهي 3 ونعزلها، ونقدر إذا كان أنثى إذن هو أخت مع بنت وابن، إذن فيقسمون المال 3 فيأخذ الابن 2 والبنت 3، وثلث ديال 12 هي 4، النص ديالو هي 2 نزيدهم ل3 اللي حيدنا ديك الساعة فهي 5. إذن فنصيب هذا الخنثى الآن هو 5، نصف نصيب كونه ذكرا هو 3، ونصف نصيب إذا قدرنا أنه أنثى 2، فإذا جمعنا 2 و3 فهي 5، إذن فنعطيه 5، وما بقي وهي 7 نعطيه للابن الذي هو صحيح وليس مشكلا. هذا هو الكيفية الذي ذكره المصنف رحمه الله في النوع الأول: ففرضه نصف نصيب الذكر ونصف سهم امرأة مقدر. النوع الثاني وهو إذا كان يرث بكونه مذكرا ولا يرث بكونه أنثى. قال: وإن يكن يرث بالتذكير كالعم أو نتة التقدير كالأخيل الأب بعور قد وجد كان له نصف نصيب متحد. قال المصنف رحمه الله قال: إن يكن الخنثى المشكل يرث بالتذكير، إذا كان الخنثى المشكل يرث إذا قدرنا أنه ذكرا كالعم مثلا، إذا قدرنا أن العم خنثى مشكل فإذا كان ذكرا يرث عم، ولكن إذا قدرناه أنثى فإنه لا يرث، لأن العمة ليست من النساء الوارثات. أو أنوثة التقدير، وكذلك إذا قدرناه أنثى يرث، فإذا قدرناه ذكرا لا يرث. مثال ذلك كالأخيل الأب بعور قد وجد،
كنخيل الأب إذا وجد في مسألة فيها العول، فإن نخل الأب ليس له شيء لكونه عاصبا، والعاصب لا يأخذ في مسألة العول. إذن ولكن إذا قدرناه ذكرا، إذا قدرناه أختا لأب، فإنه يرث بفرضه المذكور الذي تقدم ذكره. مثال ذلك مثلا كما ذكر المصنف رحمه الله: زوجان شقيقتان أخا لأب خنثى. زوجان شقيقتان أخا لأب، فإذا قدرناه ذكرا فإنه لا يرث، لأن الزوج سيأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف، ولم يبقى للأخ لأب شيء. ولكن إذا قدرناه أنثى، إذا قلنا مثلا زوجان شقيقتان أختا لأب، نعم الأخت لأب عندها السدس، فنعطي للزوج نصف والشقيقة نصف والأخت للأب السدس. هذه المسألة إذا قدرناه ذكرا فإنه لا يرث، وإذا قدرناه أنثى فإنها ترث. ما حكم هذا النوع الثاني؟ إذا قدرناه ذكرا يرث كالعم، وإذا قدرناه أنثى لا ترث، أو العكس إذا قدرناه أنثى يرث وإذا قدرناه ذكرا لا يرث، كان له نصف نصيب متحد. كان لهذا الخنثى المشكل نصف نصيب متحد بما قدرناه وبما يرث. فإذا كان يرث بالذكورة فنعطيه نصف ما يرثه الذكر، وإذا كان يرث بكونه أنثى فنعطيه نصف ما تأخذه هذه الأنثى. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث إذا تساويا، إذا قدر ذكرا يرث وإذا قدر أنثى يرث، بمعنى لا فرق. إذا قدر المقدار الذي يرثه إذا كان ذكرا يرثه إذا كان أنثى، لا فرق بينهما، فإن هذا نعطيه نصيبه كاملا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وإن يكن أخا لأم وجب له نصيب كامل قد طلب. إذا كان الخنثى المشكل أخا لأم، والأخ للأم تقدم معنا إذا كان واحدا يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا قدرناه أخا لأم نعطيه السدس، إذا قدرناه أختا لأم نعطيه السدس، بحال بحال. كذلك إذا كان خنثيين اثنتين مثلا إخوة للأم نعطيهم الثلث إذا كانوا ذكورا، إذا كانوا إناثا نعطيهم الثلث، لا فرق إذا قدرناهم بالذكر ولا فرق إذا قدرناهم بالأنثى. فهذا نعطيهم نصيبا كاملا، نعطيه الثلث كاملا، لأنه لا فرق إذا قدرناه بالذكر ولا فرق إذا قدرناه بالأنثى، كان له نصيب كامل قد طلب. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من أحوال وفقه ميراث خنثى المشكل، بعد أن عرف لنا ما هو الخنثى المشكل وما هو المقصود بالخنثى المشكل. ذكر أن أحواله ثلاثة. المسألة الأولى أنه إذا قدرناه ذكرا يرث أكثر إذا قدرناه بالأنثى، فهذا نعطيه نصف إذا قدرناه بالذكر ونصف إذا قدرناه بالأنثى، ونجمعهما له. المعنى الثاني والحال الثاني وهو إذا قدرناه ذكرا يرث، ولكن إذا قدرناه أنثى لا يرث، والعكس إذا قدرناه أنثى يرث وإذا قدرناه ذكرا لا يرث، فهذا له نصف نصيب متحد، فهذا له نصف نصيب ما قدرناه وما يرث به. إن كان يرث بالذكورة نعطيه نصف ما يرث بالذكورة، إذا كان يرث بالأنوثة نعطيه نصف ما يرث بالأنوثة. إذا كان ما يرثه بتقديره ذكرا مساويا لما يرث بتقديره أنثى فنعطيه نصيبه كاملا بما قدرناه به
كالأخ للأم كما ذكره المصنف رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله كيفية تصحيح مسائل خنث المشكل. الآن هو الفقه، أولا تعريف ما هو خنث المشكل، ثم ثانيا ما مقدار ميراثه، وقد ذكرنا على قدر الاستطاعة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وإلى لقاء آخر سادتي الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.